السلام عليكم. في سلسلة مصري ألماني زي الملاك، رئيس مجلس إدارة الشركة اللي كنت شغال فيها في 6 أكتوبر، وده أقل وصف يتوصف بيه. من المواقف النبيلة للراجل ده إنه في يوم كان خارج قبل الظهر من الشركة بعربيته رايح الشركة التانية، وبعدين شاف راجل مسن واقف عند البوابة بيكلم بتاع الأمن، وبعد كده نادى على بتاع الامن قال له هو الراجل ده عايز ايه ولا بيسأل على ايه؟ قال له والله ده طالب مساعدة. قال له انت بتتصرف مع المواقف دي ازاي يعني؟ فكان الراجل اول مرة يشوف موقف زي كده مباشر يعني. قال له والله بديله اللي فيه النصيب. قال له ليه؟ هو جاي لك انت البيت ولا جاي شركة، والشركة لها ادارة وانت من ضمن الشركة يعني، بس انت ما يجبش ان انت اللي تتصرف من نفسك. لما يجي حد سائل انت تبلغ الاداره السكرتيره او مدير المكتب، تبلغه. وعمل تعليمات مستدامه ان لما يجي حد محتاج بتاع البوابه يبلغ السكرتيره، ويدخل الراجل ده في الريسبشن ياخدوا بياناته ويدوله مساعده، ولو يستحق الاستمراريه يسجلوا اسمه ويجي كل شهر وياخد مساعده. وهو طبعا اكد على اللي على البوابة التعليمات دي تتسجل وتتنفذ. انتوا يا جماعة اللي جاي مش جاي للي قاعد على البوابة، هو جاي سائل للشركة دي، فالمسؤولين اللي في الشركة هم اللي يردوا وهم اللي يجاوبوا وهم اللي يتصرفوا. فما يصحش ان انت، لان مهما كان عطائك فهو هيكون قليل برضو يعني. وبالمرة نشوفه اذا كان يستحق ويستمر، وكان فعلا بيتم الموضوع ده. اي حد بيجي ويستحق يفضل كل شهر ياخد المساعدة الثابتة بتاعته.